السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكن بكل خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم إن شاء الله الفيديو المنتظر ديال الخميرة بلدية اللي بزاف ديال الأخوات طلبوها مني سواء في التعاليق ولا في الخاص. صديقاتي المقربات كنوجه لكم تحية من هذا الفيديو. ها هو الفيديو اللي وعدتكم به، الفيديو ديال الخميرة بلدية بالطريقة ديالي، فيديو فيه إن شاء الله شرح مفصل. كنتمنى إن شاء الله لا فيديو ينال اعجابكم ويكون مفيد بالنسبه لكم. كيف العاده كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بزاف الاخوات كيسمعوا بالخميره بلديه وكيقولوا واش هاد الموضه اللي ولات ديال الخميره بلديه كلشي كيعجن بالخميره بلديه، اولا اغلب الناس يعني بداو كيفيقوا اولا بدا كيكون عندهم واحد الوعي غذائي اشنو ياكلوا اشنو يستهلكوا، ولكن ما عارفينش الفوائد ديال هاد الخميره بلديه، يعني اشنو الدور ديالها. الخميره بلديه راه فيها فوائد كثيره 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 بزاف لا تعد ولا تحصى، فبصراحه راه ما نقدروش نعدوا الفوائد ديالها يعني في هذا الفيديو، ولكن نحاول ما امكن انني نعطيكم نبذه. ما كرهتش كل اخت تمشي دير واحد البحث وتبحث على الخميره بلديه وانا متاكده الى بحثت وعرفت الفوائد ديالها ما غتعاودش تعجن بلا بها، يعني غتولي تحس بتانيب الضمير الا كلات الخبز بغير الخميره بلديه صراحه. من اهم الفوائد ديالها انها تحد من مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة كلها، كتحد من مشاكل القولون، كتحد من التهاب الكبد، بالحساسية الجلدية، غنية جدا بعنصر الحديد، يعني كتمنع أن الإنسان يصاب بالأنيميا أو فقر الدم، كتخلص الجسم من السموم، كتنفع مرضى السكري، كتحفز التمثيل الغذائي بالجسم، يعني كيولي الإنسان اللي عنده زيادة في الوزن كينقص له الوزن الزائد. يعني شحال من الناس ضعفوا غير بخميره بلديه بدون ريجيم. فكيف ما قلت لكم كنتمنى ان كل اخت تمشي دير لا ريشيرش وتبحث وتعطي فرصه للخميره بلديه وتدخلها لوليداتها وما تحرمش راسها والاسره ديالها من هذه المنافع القيمه جدا صراحه التي لا تقدر بثمن. فندوزو ان شاء الله على بركه الله للطريقه. عندي زلافه ديال القمح الكامل وعندي كاس ديال المدافي اولا مدافي حسب الخليط. بالنسبه للزلافه راه زلافه صغيره كيف ما كتشوفوا، وعندي جوج ديال التميرات، هذوك هما اللي باش غادي نخمر الخميره ديالي. كيف ما شفتوا حبيباتي عجنت هذاك الخليط، يعني عجنت الدقيق مع الماء دافي غير هكذا، يعني عجينه راه وريتكم القوام ديالها في لا فيديو، ماشي قاصحه وماشي جاريه. ووضعت فيها دوك التميرات من بعد ما حيت لهم داك العظم ديالهم، ووضعتها في قنينه ديال الزاج، وعلمت العلامه باش نعرفوا التقدم ديال الخميره، وغطيتها بمنديل اسود باش ندفيها وفي نفس الوقت ما يدخلش ليها الضوء، ووضعتها في واحد البواطه وسديت عليها مزيان ودخلتها للبلاكار وخليتها مده 12 ساعه. من بعد ما دازت 12 ساعه كيف ما شفتوا راه بدات كتربي دوك الفقاعات. هذوك الفقاعات هما اللي بينوا لنا بان الخميره راه بدات كتفاعل او بدات كتخمر، على الرغم ان المستوى ديال الخميره راه ما طلعش بزاف لانه كاين البرد، الله المستعان، راه واحد البرد كاين هذا العام عجيب. نطلب الله سبحانه وتعالى يرحمنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. كيف ما شفتوا حبيباتي هذه من بعد ما دازت 12 ساعه او ليله كامله خديتها غديتها، يعني عطيتها بحال زدتها القمح باش تقوى، حيت كديري هذه العمليه سميت هذه العمليه التغذيه، كنغديوها باش تقوى الخميره، بحال كتعطيها مكونات جداد باش تزيد ديك الخميره تقوى تكون قويه دغيا تعاود ثاني تطلع من جديد. زدتها هنا 3 المعالق ديال القمح الكامل والماء الدافئ، واخا بان لكم البخار راه ماء دافي لان الماء طايب او مغليان راه غادي يقتل لكم الخميره ديالكم. ما تنساوش بان الخميره راه عباره على كائنات، يعني راه حي سبحان الله، يعني ماء دافئ فقط، حيت كاين البرد بزاف راه طلع داك البخار بحال الماء طايب. كنحركوها مزيان مزيان حتى هذيك العمليه ديال التحريك راه كتنفع، لان هذاك الجلوتين يتخدم كيساعد في ان الخميره ترتفع بسرعه. ومن بعد علمت عاوتاني العلامه ورجعت لها نفس المنديل ورجعتها لنفس العلبه وخليتها عاوتاني 12 ساعه اخرى. من بعد مرور 12 ساعه الثانيه كيف ما شفتوا الخميره عندنا راه ما شاء الله راه خمرات وناجحه جدا وجاهزه للاستعمال، يعني من دابا راه نقدروا نعجنوا بها. غير انا شنو غندير، غنعاود نزيد نشطها اكثر، غنزيدها 3 المعالق عاوتاني ديال القمح الكامل وشويه ديال الماء دافي ونحرك مزيان
ونخليها جانبا حتى تتفاعل لمدة ديال 5 ساعات. هاد العملية ديال التغذية كل مرة هي السبب اللي كتخلي لنا ديك الخميرة نشيطة، وكتساهم في ان الخبز يخمر بسرعة وما كيستغل وقت طويل، بهذه الطريقه كتفادى الحموضه، يعني ما كتجيش الخميره ديالك حامضه، لان قد ما بقات الخميره كتخمر اطول فتره ممكنه او الخبز كيخمر اطول فتره ممكنه فاكيد كيحماض وكتجي فيه ديك النكهه مجهده. وقد ما الخبز خمر دغيا ما كيكونش حامض. والسر باش ما يحماضش وباش يخمر دغيا هي ان الخميره تكون نشيطه جدا. وباش نشطوا الخميره بهذه الطريقه ديال التغذيه كل مره كنعاودوا نغديوها كتزيد تنشط اكثر فاكثر. هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا راني غديت عاوتاني، غادي نغطيها ونخليها لمده ديال 4 حتى ل 5 سوايع. ودابا راه الجو بارد، يعني في عز البرد، اما راه الا كان الجو حار او الجو دافئ راه غتوجد اكيد في اقل مده من هذه المده اللي فاش وجدت دابا. من بعد ما وجدت لينا الخميره ديالنا، هذه اول مره غادي نعجنوا بها الخبز. فكيف ما شفتوا هذاك السائل اللي في الخميره لتحت هذاك راه دليل على ان الخميره جد مركزه. وكيف ما كتشوفوا راه تبارك الله ما شاء الله الخميره ناجحه ونشيطه ما شاء الله. يعني راه كيبان لكم هذوك الفقاعات كيعطيوكم الاخبار بان راه العجينه الخميره عفوا ناجحه. وباش نكونوا واضحين كاول مره غادي نعجنوا بها اكيد غادي تكون النكهه والرائحه مجهدين، يعني غادي يكون فيها الحموضه. ولكن صدقوني راه من بعد العجنه الاولى الثانيه الثالثه راه غادي ينضاطر هذاك المذاق وهذيك الرائحه، غادي يبقى واحد الفرق بسيط بينها وبين الخبز العادي. يعني غتولي جد مستساغه في الاكل وما تبقى لا حموضه لا رائحه لا والو. بالنسبه للكميه اللي خرجت لينا الخميره كيف ما شفتوا راهي 850 غرام تقريبا، 847 غرام بالضبط. خديت منها 2 معالق كبار جانبا، والباقي الاخر كله غادي نعجن به. هاد 2 معالق كبار بهم باش غادي نعاودوا نخمروا خميره اخرى. كيف ما شفتوا راني دوك 2 معالق كبار زدت عليهم شويه ديال القمح الكامل والماء دافي. غادي نحركهم ونخليهم في مكان دافئ في المطبخ حتى يطلعوا حتى يتفاعلوا، ونوضعهم في الثلاجه الى الحين اللي بغيت عاوتاني نعجن من جديد. نجبدهم من الثلاجه نعاود نفعلها او نغديها من جديد بنفس الطريقه، نزيدها القمح والماء دافي وغادي نخليها جانبا حتى تخمر، عاد نعجن بها تاني كلها الا 2 معالق. وهكذا تتم العمليه. يعني بحال هكا كنبقاو دائما نحيدوا 2 معالق من الخميره الاصليه ونعجنوا بالباقي، وهذوك 2 معالق كنعاودوا نديروا بهم خميره اخرى. بالنسبه للعجين كيف ما شفتوا بزاف منكم سولني على العجين. هذا العجين راه كندير به الخبز العادي والبطبوط والطوست ايضا. خديت كميه ديال القمح الكامل مع الفارينه. طبعا الكميه ديال القمح الكامل راه اكثر بكثير من الكميه ديال الفارينه. درت معها الخميره بلديه كيف ما شفتوا هذيك 800 غرام تقريبا كلها ديال الخميره بلديه. ملاحظه قد ما كثرتوا الخميره قد ما كيخمر لكم الخبز دغيا. بحال الخميره الاخرى بحال هذه، يعني هذه راه كتبغي تكون كميه كبيره، ماشي تشوفي 800 غرام تقولي لا كثيره نعجن بالنص ونخلي النص ولا لا. قد ما زدتي كميه كبيره ديال الخميره في العجين ديالك قد ما كتخمر لك بسرعه وكتفادى الحموضه الى اخره. شويه ديال المليحه، القليل من العسل يعني تجنبا للسكر، وتا كتعجن ليا ديك العجين مزيان. وطبعا كنعجنوها بالماء دافي تا كتعجن ليا ديك العجينه مزيان صافي. وكنبغي نطفي ليها وكنزيد عليها شويه ديال زيت الزيتون، وكنخلي هذاك زيت الزيتون يدخل مع العجين جيدا حتى كتشربوا العجينه. وكيف ما شفتوا راه العجينه كتجي ما رطبه ما قاصحه ما كتلصق في يدين ما والو، يعني عجينه مرخوفه شويه ولكن شاده في راسها. المهم غندوزو ان شاء الله باش نشكلوا منها انواع الخبز اللي بغينا. كيف ما سبق وقلت لكم راه نفس العجين كنخرج منها البان دومي او الطوست، كنخرج منها البطبوط والخبز ديال الفران. بالنسبه للطوست او البان دومي راني عبرت لكم الكميه ديال العجين اللي كيهز لي هذاك المول. بالنسبه للعجين عندي 1.5 كيلو ديال العجين. بالنسبه للمول العرض ديالو 13 سنتيم والطول ديالو 27 سنتيم والعلو ديالو 11 سنتيم. الكميه ديال العجين اللي كيهز هي 1.5 كيلو ديال العجين.
وراه غتشوفوا ان شاء الله كيفاش كيخرج فيه الطوست، راه كيخرج رائع. علاش عطيتكم العبار والقياسات باش حتى نتوما تعرفوا الكميه اللي غادي يهز المول ديالكم. الا كان المول قد هذا راه الكميه ديال العجين اللي غادي يهز هي 1.5 كيلو ديال العجين. وضعت العجينه اللي بغيت نصايب بها الطوست في مول مدهون بشويه ديال زيت الزيتون، ودرتو في الفرن اللي دفيته واحد شويه وحطيته باش يخمر ليا دغيا، ودزت باش نوجد الخبيزات ديال الفران كيف ما شفتوا حتى هما قرصتهم وشكلتهم على شكل خبيزات وحطيتهم حتى هما باش يخمروا. ملاحظه بالنسبه لفصل الشتاء دابا الخميره بلديه كتبغي الدفى، ضروري تحطيها في شي مكان اللي هو دافي وتغطيها مزيان. انا بالنسبه ليا بالنسبه للطوست كنديرو في الفران، كندفي الفران وكنديرو فيه. وبالنسبه للخبز كنحط في بلاصه وكنشعل ليه الشوفاج، كنحط حداه الشوفاج كيسرع العمليه ديال الاختمار تفاديا للحموضه، لانه قد ما الخبز خدا فتره طويله باش يختمر قد ما غادي يجيكم حامض. بالنسبه للطريقه ديال الطبخ ديال الطوست من بعد ما اختمر كيف ما شفتوا، تبارك الله ما شاء الله الخميره البلديه وتبارك الله راه ارتفع جدا جدا واختمر جدا. كندير ليه هاد المود الا كان عندكم بحال الفراني، كندير ليه هذاك المود ديال توزيع الحراره داخليا يعني على الفران كله، وكندير 200 درجه، كنخليه تقريبا 45 دقيقه كيكون الطوست واجد. وهذا هو الطوست ديالنا من بعد ما وجد. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه ما شاء الله مختمر 100%، وتبارك الله شوفوا الفقاعات وبخميره بلديه منزليه الصنع 100%. صراحه والله الا كنتمنى من كل قلبي كل سيده تمشي دير واحد البحث على فوائد الخميره البلديه وتجرب هذه الطريقه بالتفصيل، وغادي تشوفي ان شاء الله النتائج. صراحه راه ما تبقايش تستغني عليها كاع بصفه نهائيه، صراحه تولي الا كليتي خبز العادي يجيك تانيب الضمير بكل صدق. وها هما البطيبيطات ديالنا بالخميره بلديه، وايضا خبز الفران. انا راكم كتعرفوني راه كنوجد كميه يعني لا باس بها، وكندير في المجمد يعني دائما فين ما بغيت خبيزه يعني كنجبد من المجمد. وملاحظه كيف ما قلت لكم ملي كنفعلوا هذيك 2 معالق اللي هزينا من الخميره اللي عجننا بها كانوا نخليوها حتى كتفاعل جانبا في المطبخ بحراره المطبخ اولا في مكان دافئ، عاد كندخلوها للثلاجه، ندخلوها للثلاجه مختمره. ها هي كيف ما كتشوفوا كنخليها في الباب ديال الثلاجه، وفي الوقت اللي بغيت نعجن مثلا كنفيق الصباح عند الفجر كنجبدها كنفعلها، نزيد ليها 1-2 معالق ديال الدقيق الكامل اولا 3، ونزيد لها الماء دافي نحرك مزيان، نخليها خارج الثلاجه في مكان دافئ. ملي كنفيق الصباح اولا ملي كنبغي نعجن كنلقاها خمرات، كنهزها نعجن بها الا ملعقتين. هذوك الملعقتين هما اللي كنعاود نخمرهم من جديد في هذه القنينه ونحتفظ بهم الى العجنه المقبله. حاولت نشرح لكم ونبسط لكم ما امكن باش تفهموا كل شيء. واللي باقي عندها شي سؤال ولا اي لبس ولا باغا تفاصيل اكثر مرحبا بكم، سواء في التعاليق ولا في الصفحه ديالي على انستغرام. مرحبا بكم والف الف مرحبا، يسعدني جدا التواصل معكم. وكنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم يكون مفيد وممتع بالنسبه لكم. كنضرب لكم موعد فيديو جديده، الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.